اوعى توقف احتفالات بالقيامة بعد العيد، اوعى. خليني الأول أقولك من قلبي كل سنة وانت طيب، وعيد قيامة مجيد عليك وعلى بيتك وعلى حياتك كلها. بقولك ليه اوعى تنهي احتفالاتك بالقيامة بعد العيد؟ علشان لو القيامة بالنسبة لك كانت ترنيمة، قداس، لمة، فرحة حلوة لمدة يومين 3، يبقى انت لسه مش فاهم ايه هي القيامة. القيامة مش مناسبة، القيامة خبر غير التاريخ زمان ولسه لحد النهاردة بيغير حياة الناس. القيامة إعلان إن المسيح غلب الموت، زي ما الكتاب المقدس بيقول ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات. المسيح غلب الموت علشان انت كمان ما تفضلش ميت من جواك، ما تفضلش ميت بالخطية ولا باليأس ولا بالشعور بالذنب، ولا تفضل محبوس جوا ضلمة البعد عن ربنا. المسيح ما قامش علشان نحتفل بيه يوم في السنة ولا حتى أسبوع، المسيح قام علشان ينقذ حياتنا من الهلاك، علشان يفتح باب خلاص ما يتقفلش تاني. وده اللي بيخلي رجانا في المسيح أكتر من مجرد مشاعر في موسم احتفالي، لكن حقيقة ثابتة، حياة جديدة أشبه بميلاد تاني من أول وجديد. الكتاب المقدس بيقول كده: الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. علشان كده بعد العيد ما ترجعش لنفس القبر اللي المسيح خرجك منه، ما ترجعش لنفس القيد اللي المسيح مات علشان يكسره لك، ما ترجعش لنفس الحياة القديمة وكأن القيامة ما حصلتش. المسيح قام، فقوم انت كمان، قوم وروح للمسيح، لأن القيامة مش ذكرى، القيامة دعوة للخلاص، دعوة لحياة جديدة تتعاش كلها في النور. كل سنة وانتم طيبين. نور، مش هنسيبها.